أنا international healthcare strategy and operations leader. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا باشتغل في إدارة مستشفى. المستشفى مش كلّها دكاترة، فيها ناس مديرين في الback end بياخدوا بالهم من كل حاجة، من الfinances، من الoperations، من الstrategy، الmarketing بتاع المستشفى والday to day، من أول الsupplies لحد الحجوزات بتاعة الpatients. دي شغلتي. الbackground بتاعي أنا أصلًا اتخرّجت من طِب أسنان جامعة إسكندرية، وما كنتش حابة أشتغل كطبيبة أسنان، كنت حاسة إن أنا مش هابقى دكتورة أسنان شاطرة، وما كنتش عارفة عايزة أعمل إيه، سافرت أمريكا، وأخدت break كده أستكشف فيه نفسي، قعدت سنتين أشتغل شغل مختلف، من أول waiter في مطاعم، سواق التاكسي، babysitter، لحد ما عرفت إن أنا الcalling بتاعي أو الcompass بتاعي اللي إحنا هنتكلم عليه النهارده هو الhealth care يعني administration. هاحكي لكم على الjourney بتاعتي، إن أنا إزاي بقى وصلت، الخطوات اللي خدتها لمّا عرفت ده اللي أنا عايزة أعمله، إيه الخطوات اللي خدتها عشان أقدر أوصل للمكان ده.